بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، عندنا النهارده ضيفة، وهي مش ضيفة، هي صاحبة مكان. هي دكتورة متخصصة في فرط الحركة والعلاقات الأسرية، وباحث دكتوراه. الدكتورة معانا انضمت لنا المؤسسة، وإن شاء الله فتحة خير علينا وعليها. وبإذن الله يبقى في عمل متكافئ لكل اللي قريب لنا، اللي احنا المكان بتاعنا المعصرة شارع المكنة. كل اللي عنده ابن معاق ذهنيا، عنده فرط حركة، عنده كل الحاجات اللي كده اللي هم في ذوي الاحتياجات ينضم لنا ونضاف لنا. وبإذن الله الدكتورة هتبقى هي المتخصصة، وهي اللي هتمرنهم، وهي فعلا اللي هتخرج ابنك أو بنتك لبر الأمان. ان شاء يا الله. دكتورة زي حضرتك، الحمد لله. ازي منورة حضرتك يا استاذ الدنيا، سهير؟ منورة الحمد لله، المعصرة. ده نور حضرتك. تقولي ايه عن مؤسستنا، مؤسسة النيل العالمية للتنمية وإعداد القادة؟ مؤسسة النيل العالمية مؤسسة النيل العالمية مؤسسة ضمة، يعني وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة كمان بالأرامل، خاصة كمان بذوي الهمم. ضمة جزء كبير قوي من ذوي الهمم، زي صعوبات التعلم. كتير من الأمهات بيشتكوا منها. الطفل بيكون طبيعي بس ناقص عنده الانتباه ويمكن والإدراك ربنا والذاكرة. كرمنا بكده يا فإحنا دكتور. عايزين ننمي المهارات ديت لأنها مهمة قوي للطفل، وبتوسع كمان وبتزيد الأداء الدراسي بتاعه. ممكن هي حاجة مميزة لينا فعلا إن إحنا نختص بحاجة. التضامن الاجتماعي ادهلنا إن إحنا فعلا يبقى عندنا أرامل، أيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن دولت ناس فعلا محتاجين محتاجين فعلا كذا ألف المساعدة. إيد وإيد تساعد. محتاجين فعلا المساعدة. اه. تقولي ايه وانتي اتخصصتي او بحث الدكتوراه في حاجة فعلا بتخص البيت المصري، وكل يوم الامهات بتبقى تدور وتحتار على مين يساعدها في بناء ابنها وتخرجوا بس كل ام عايزة تخرج ابنها ان للمجتمع شاء الله. سوي ايوه طبعا. وايجابي. ان شاء الله. ان شاء الله. اي ام عايزه تخرج ابنها من اي مشكله هو موجود فيها، سواء كانت سلوكيه، سواء كانت اضطرابات شخصيه، سواء كانت خاصه بالتحصيل الدراسي، سواء كانت خاصه بصعوبه تعلم في ماده معينه. يعني ايه صعوبه؟ خاص بماده معينه دراسيه هو عنده صعوبه فيها، مش قادر ان هو يستوعبها. اي ام من الامهات المصريه الموجودين في البيئه اللي احنا عايشين فيها دايما عايزين يخرجوا ولادهم، وده ابسط حقوقهم ان هم يخرجوهم لطفل طبيعي يقدر يشارك في المجتمع، ويقدر ان هو يعمل مهارات اجتماعيه ويتفاعل ويبقى عضو ايجابي آه، كويس موجود في المجتمع، يدي وياخد. وهي كمان بتبقى في قلق عندها يا دكتورة إنني هعيش لابني، ربنا يدي لأي أم الصحة وطولة العمر، بتبقى خايفة إن ربنا يفتكرها في أي وقت وتسيب العيل ضعيف الشخصية، مش قادر فعلا يتعامل مع المجتمع، بالذات في أو الاحتياجات الخاصة أو إن هو بتبقى أهم حاجة من الاحتياجات الخاصة، إن إحنا عايزين ننمي المهارات الحياتية اللي هي المهارات اليومية بتاعته، اللي هي رعاية الذات، إزاي يلبس، إزاي يعتمد على نفسه، إزاي ياكل، إزاي يشرب، إزاي يروح الحمام، إزاي إن هو يتكفل بالحاجات المهمة الأساسية بتاعته. وهو ده المطلوب، لأن هي أبسط أصلا الأشياء. ممكن تسيبه وتبقى هو ابنها ممكن هو الوحيد، يبقى هو بمفرده ويبقى لوحده. هو المفروض ما يعرفش. مش هيعرف يعتمد مثلا على اخ له مشغول، برضو الحياة بقت صعبة. برضو مش هيعرف يعتمد مثلا على اخته، برضو لها حياتها. على والده ممكن ما يكونش موجود. آه، ممكن ده يكون اللي احنا عايزين مسافر. نكتسبه يا دكتورة، ونكسبه. يعني خلي كل أم تكسبه لابنها، عشان الابن فعلا بعد فترة وجيزة يلاقي نفسه هو اللي بيأكل نفسه، هو اللي بيلبس نفسه، هو اللي معتمد على ايوه، نفسه ايوه. في بناء نفسه، مش اه، محتاج حد مش يبنيه. محتاج حد ان هو يبنيه. دي من تقولي ايه الرعاية النهارده؟ الذاتية. تقولي ايه؟ وكل امهات بتبقى قلقانه، فكرها دايما متطلع ويا ابنها، طب هو هيعمل ايه من بعدي، طب ايه المشكله، طب احنا هنساعده ازاي، طب الدنيا هتبقى معاه ازاي. بتبقى مش خايفه من لقاء ربنا ان هي مثلا هتقابل لا، هي ربنا، كده لا بتبقى هي بتبقى عملت اللي خايفه. عليها. هي عملت اللي وبتبقى عليها ان خايفه هي على ابنها، ودته يعني هي بتبقى. يتعلم المهارات الحياتية داخل المركز او داخل المؤسسة.
هي كده بتبقى ما عملت هي اللي عليها. دكتورة بتبقى أنا كده كده هقابل ربنا، فبتبقى تركيزها كلها إن هي عايزة تسيب ابنها للمجتمع ب يعني معتمد على معتمد نفسه، على معتمد على نفسه، نفسه. على مهاراته، اه. على إنه فعلا اه. يكسب من عمله. بدل ما يحيط بيدي إيده يبقى للغريب يبقى يبقى ايجابي، حتى ينفع المجتمع او يعرف يعيش فيه. ابسط إحنا شفنا ذوي الحاجه، الهمم ابسط دولت الحاجه ان هو يعرف يعيش فيه في وسط المجتمع. لو اتمرنوا هم فعلا طاقة إيجابية، بياخدوا بطولات منهم وبطولات منهم كتير العالم بياخد بطولات، ومنهم بيوصل للماجستير. في منهم وده اللي كانت احنا حالة عايزين ذوي نساعده، وصلت للماجستير. نستعده عن طريقك لكل أم، إزاي فعلا تقدري تبني ابنك، وإزاي يعتمد على نفسه، وإزاي فعلا يكتسب مهارة اهم الكلام مع حاجه الآخرين. اهم حاجه علشان اكتسب ان ابني يكون ايجابي، لازم اديله الثقه بنفسه. اهم حاجه الثقه بالنفس. وهو بناء الثقة ده هو أهم حاجة، هو اهم العنصر حاجه لبناء الأساسي. الشخصيه. وإنني أعمل في ابني حب التعاون أو حب المشاركة، أو الناس دي بتحبك، أو الناس ديت كل اشركه في الانشطه أيوة، الجماعيه. ده اللي يخليه يمارس فعلا، الرياضه. ده اللي يخليه بناء. انزله يلعب في نادي. اخليه مثلا اخليه يشارك في يتعامل مع الرحلات. الناس عشان اخليه هو. يشارك في الرحلات المدرسيه، اخليه يشارك في الاذاعه المدرسيه. افرض ان انا ما دخلتش ابن حركته على قده وما ينفعش يخش مدرسة، اتعامل معاه ازاي؟ لو حركته بقى ما بيتحركش ومش هينفع يدخل المدرسة، أنا بوديه مدرسة خاصة، زي المدارس الفكرية ومدرسة الأمل، مدرسة المستقبل في المنصورة. ده لو في إمكانيات. مفيش إمكانيات برضو هي موجودة في مدينة بالقاس برضو، مدارس خاصة لذوي الهمم. برضو ممكن أدخله المؤسسة أو أكاديمية خاصة برضو علشان يتعلم المهارات الحياتية الأولى، من رعاية الذات، من التنشئة الاجتماعية، من المهارات الحركية الصغرى والكبرى. لو هو اكتسب المهارات دي، أهم حاجة المهارات الأولية الأساسية دي للتعلم. وده هيبقى دورنا، ده هيبقى دورنا في المؤسسة. إن شاء الله. دورنا في المؤسسة نبني المجتمع، نبني مجتمع سوي بأطفال فعلا تقدر تبني، تقدر تدي، تقدر تبقى عملها دايما في الحياة إن هي تبقى سوية، وإن هي تبقى مجتهدة لنفسها إن شاء الله. والشخصية إيجابية. كان معايا باحثة الدكتوراه طبعا، هي والبحث هيبقى علينا مع المؤسسة بتاعتنا بإذن الله. هي شغالة على البحث والمناقشة بتاعتها قريب، وبنقول ربنا يوفقها ويبقى ألف مبروك، وتبقى فتحة خير لينا وللمؤسسة بإذن الله. إن شاء تحبي الله. تقولي إيه كلمة كده للناس وللجمهور اللي شايفين؟ أقول أي أم عندها طفل معاق أو ذهنيا أو إعاقة بسيطة أو أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن هي ما تهملوش وما تقولش ده إحنا فقدنا الأمل، ده هو مش هيتعلم، ده مش هيعتمد على نفسه، ده مش هيكتسب المهارات الحياتية الأساسية. مش لازم إن هو يوصل للتعلم، لكن المهم إن هو يعتمد على نفسه. وما تقولش كده، لكن تدخله المؤسسة وما تيأسش من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأبسط الأشياء في المؤسسة إن هي بتعلمه الرعاية الذاتية، كإنسان يعتمد على نفسه. وده هيبقى شغلنا الشاغل بناء مجتمع، بناء مجتمع نقي، مجتمع فعلا ان انا ابقى مأمنة على ابني او سايباه في اي مكان، يبقى عارفة ان هو بيتصرف صح وبيدي للناس صح، وهو سالك طريق صح. الام كل اللي عليكي حاجات بسيطة هتساعدك على نجاح وتفوق ابنك وتأهيله. واحنا هنا مخصصين للتأهيل، تأهيل الطفل. هيبقى مش معانا دكاترة بس، هيبقى معانا ناس ممارسين العمل وشغالين عليه. ابنك هيبقى معانا في بناء مجتمع جيد، مجتمع فعلا كل واحد فيه بيقدر يخدم نفسه بنفسه، ما بيحتاجش الآخرين. من البناء وللبناء ومؤسسة البناء سعدت بيكم وبالدكتورة. أهلا وسهلا. دكتورة ايه؟ إيناس ممدوح. دكتورة إيناس ممدوح، النموذج الجميل، النموذج الرائع، النموذج اللي هيبقى معانا دايما.